عمرك شفت السباع خايف كيف خلاع؟ هيا بنا أيها السبع الأطلسي الشرس إلى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أراه وأنا أقف على جبال الأطلس براية الحمراء. نزلت بعثة المنتخب المغربي في أحد فنادق مدينة مدريد الإسبانية استعدادا لمواجهة منتخب البيرو في مباراة ودية أقيمت يوم أمس الثلاثاء وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. اجتمع الفريق المغربي لتناول السحور، ولكن على ما يبدو أن أحد العمال لم يعجبه الأمر لأنه اضطر للدوام في الشفت الليلي، في الدوام الليلي، الدورية الليلية يا سيدي. فنشر صورا على حسابه على انستغرام للفريق المغربي خلال تناوله السحور مصحوبة بكلمات عنصرية وسخرية من شهر رمضان وطقوسه ومعتقدات المسلمين. مواقع إسبانية قالت إن شرطة بلدية مدريد وبعد شكوى من مدير الفندق أوقفت المواطن الإسباني ويبلغ من العمر 27 عاما بتهمة جرائم الكراهية والتعليقات العنصرية التي نشرها على الإنترنت. الفندق فورا أدان مباشرة الحادثة، وقال المسؤول: ندين أي عمل عنصري ونعتذر مرة أخرى لجميع الأشخاص الذين شعروا بالإهانة. مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي أعلن مسامحة الشاب بسبب صغر سنه. عرفنا هادشي بالليل، عرفنا ملي الولد صغير كان عنده شي 19 و 20 سنه، ما غاديش نقبلوها الصراحه. علاش اللي دار ماشي مزيان، بحق حنا مسلمين وبغينا نوريو الناس من الاسلام كيقول لنا خصك كومون دي باردوني تسامح، والولد باقي صغير ما غاديش نحكموا عليه ولا نذبحوه ولا شي حاجه. دار غلط، دينا حنا الشكاره ديالنا يمكن على البوليس، والولد لا يسامح. الشهر ديال رمضان حنا غنبينوا حنا المغاربه وحنا مسلمين كنسمحوا الراسيس، ما غاديش نقبلوها. بحال واحد يمكن عمره ما خرج من بلاده، ما كيعرفش شنو هي الاسلام، ما كيعرفش شنو هي العرب. كيف علق جمهور المنصات المغربية والعربية عندما سمع بالحادثة وعلى مسامحة الركراكي لهذا الشاب؟ ناصر يقول لك: ناصر هذا هو المغربي الأصيل، متأصل فيه الكرم والتسامح من تعاليم دينه ومن واقع التربية العائلية المغربية والمجتمعية، متجذر فيهم التسامح والطيبة والرحمة وحب الخير. شكرا للمدرب. ياسين قال لك: ما زال الإسبان يتألمون من هزيمة المونديال الأخيرة. قالت لبنى: هذه أخلاق المغاربة، لا نرد السوء بالسوء. كذلك مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، رجل متخلق ومتربي. خديجة يا خديجة، على فكرة هو يتكلم على التسامح معه كشخص وإنسان، لكنه أخذ عقابه والقانون أخذ مجراه ليكون عبرة. وإذا كان الهوتيل يستغل العمال ويخليهم يشتغلوا زيادة من غير حوافز، ليست مشكلتنا ولا مبرر ليخرج حقده الدفين. العامل حذف المنشورات من حسابه على انستغرام وقال: أعتذر للمغاربة، تفوهت بكلمات مسيئة في حقكم. ما حدث أنني كنت مريضا، أردت الذهاب إلى المنزل، ولكن بسبب المنتخب المغربي اضطررت للبقاء من أجل السحور. لايك وسبسكرايب وداك الجرس قبل ما تمشي، أكون لك من الشاكرين، وتهلاو.